ازاي تختار نوع الشباك بتاعك لو هتعمل الموتال؟ اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الالموتال وعرفنا انواع القطاعات بتاعته. تعال النهارده بقى اعرفك انواع الابواب والشبابيك من حيث آلية العمل. اول حاجه عندك الشباك المفصلي، يعني شباك بمفصلات عادي بيفتح طبيعي زي اي شباك عادي. عيب الشباك ده انه بياخد حيز من مساحه الغرفه لما بيتفتح، وهيضايقك جدا لو كنت مركب ستاره. بس الميزه ان بيديك استخدام كامل لفتحه الشباك بنسبه 100%، يعني تهويه احسن واضاءه افضل. النوع بقى اللي بعده الشباك الجرار، يعني ضرفتين بيفتحوا ويقفلوا على بعض في مجرى واحده. ميزتهم ان هم ما بياخدوش حيز من مساحه الغرفه، وسهل في الاستخدام، مش هيضايقك لو عندك ستار. العيب بقى انك هتستخدم 50% بس من مساحه فتحه الشباك، فالتهويه بتبقى اقل وكمان الاضاءه بتبقى اقل، بالذات لو الازاز غامق. بعد كده واخر حاجه الشباك القلاب، وده شباك مفصلاته لتحت واثناء الفتح بيتقلب لتحت، بيحجب الرؤيه بس بيدخل اضاءه وتهويه، فعشان كده بنستخدمه في الحمامات والمطابخ. وعملوا بقى نوع جديد من الشبابيك المفصلي وكمان بيستخدم قلاب في نفس الوقت، يعني يشتغل معاك الاثنين حسب بقى وضعيه الاكره وحسب انت عايز تستخدمه ازاي. ومشهور قوي في شبابيك اليو بي في سي اللي هنتكلم عنها الفتره الجايه. المره الجايه بقى هكلمك عن افضل انواع الازاز اللي ممكن تستخدمها، وكمان هكلمك على الدهانات والسلك والاكسسوارات. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.